واهم حاجه في حل المشاكل يا جماعه، بلاش هبد. يعني خليك صريح بمنتهى الصراحه. مهم بالنسبه لنا الهبد ده لا اساسي. لان العميل ذكي، العميل اللي جاي لك بمشكله ده كتر الف خير. انا اصلا بشيلها له فوق راسي ان هو اهتم انه يوصل لي المعلومه. مساء الخير واهلا بيكم في هيس. طبعا احنا سعيدين جدا ان انتوا هنا. شوف حسام هنا. يا عم وسام. اهلا بيكم في هيس، ودي اول حلقه من سلسله اسمها تيست توكس بنعملها مع بعض في هيس. ويسعدني طبعا ويشرفني دايما ان معانا النهارده شيف مصطفى رفاعي. شيف مصطفى أنا يعني مش هقدر اعرف الناس على شيف مصطفى، لان هو شيف مصطفى غني عن التعريف. يعني اللي ما يعرفش شيف مصطفى، شيف مصطفى هو بارتنر واكزيكتيف شيف زوبا. وزوبا كاسم هو خد الاكل المصري وحطه في حته تانية جدا، مش بس في مصر بس الحمد لله برضه بره مصر. فبعيدا عن طبعا الكارير القوي والعريض في حته الريستورانتس او الاكل بصفه عامه. فعايز اسالك اول سؤال، زوبا، يعني بدايه زوبا ايه اللي انتوا كنتوا بتعملوا وقتها، او ايه اللي خلاكم تطلعوا بفكره زوبا في الاول؟ opportunity، فرصه. دايما بيتبص لاكل الشارع ان هو حاجه بنقول عليه اكل شعبي. الشعبي دي كان في وقت من الاوقات بتبص لها ان هي حاجه تقلل من مستوى الاكل. بس كلمه شعبي دي جايه كمان من الشعب، هي دي الاكل اللي معظم الناس بتاكله. في وقت كان بعد الثوره على طول، وكان في مشاكل في البلد، وكان كل يوم جمعه في احتجاجات، كان في مشاكل كتير في البلد، فكان كل حد يقول لك لا هطلع فلوسك بره، او الناس اللي عندها قلبها جامد شويه في البيزنس يقول لك طب ما تجيب فرانشايز من بره. فاحنا قررنا ان احنا عايزين نعمل براند في مصر ويطلع نقدر نطلعه بره مصر ونصدره للناس كبراند مصري يقدر تطلعه فرانشايز بره. فهي دي كانت الفكره، جت من هنا. فاحنا من اول يوم كان عندنا قناعه ان احنا نعمل براند ان شاء الله قوي، وعملنا الهوم ورك بتاعنا كويس جدا. كريس اللي هو الفاوندر بتاع زوبا وانا الكو فاوندر معاه، وكريس شاطر جدا وفاهم جدا الحته دي، فدخلنا بالتيم بتاعنا قدرنا ان احنا نخلق الجزئيه دي. يعني خلينا نركز اكتر على الحته بتاعت البدايات بتاعت ده، وانتوا قاعدين بتعملوا الهوم ورك زي ما انت بتقول كده. اكيد كان في عوامل مختلفه كنتوا بتاخدوها في الاعتبار. يعني وانتوا قاعدين بتقولوا طب هنعمل ايه مش هنعمل ايه، طب احنا عايزين نركز على ايه. الاكل الستريت فود او الاكل المصري عامه هو حاجه واسع محيط يعني. صح. فانت وانتوا بتفكروا في الاول كده ايه اللي كان بيحصل؟ اللي كان بيحصل اولا زي ما قلت لك احنا شفنا الفرصه وشفنا في فجوه معينه. اولا الاكل زي ما قلت لك، والحته دي انا بحب بعيدها كتير قوي، ان الاكل حلو قوي. فاحنا ما اخترعناش حاجه، يعني احنا مش بناخد فضل في حته احنا مش بتاعتنا. يعني الكشري موجود بطعم حلو جدا، مليون محل فيه ناس عباقره فيه. نفس الكلام في الحواوشي، نفس الكلام في الطعميه، في الفول والكلام ده كله. بس احنا ما كانش في حد عنده ريسبي. الناس بتشتغل بالصنايعيه وبالخبره بتاعت السنين. احنا خدنا ده ونقلناه الريسبي ونقلناه جانب علمي شويه. فدي كانت اول اوبورتيونيتي خدناها. طب بعدين احنا قلنا احنا لازم يبقى لنا تاتش، اللي احنا بنقول عليه التاتش بتاع زوبا. ففي حاجات معينه ما كانت مش واخده حقها، زي البنجر، الليمون معصفر، حاجات معينه بالطحينه، الهريسه اللي هي الشطه اللي بنعملها في البيت. الحاجات دي احنا خدناها وعملنا عليها ستريس وعملنا هايلايت للحاجات دي واشتغلنا عليها. دي كان دايما بنحس ان هي ناقصه في الاكل ده. العيش البلدي ما كانش واخد حقه برضه. يعني يعني العيش البلدي دايما احنا بنقارنه بالعيش الشامي، بس العيش البلدي بتاعنا حلو قوي، وده حاجه اوثنتيك وحاجه مصري قوي. طب ليه ما نشتغلش عليه؟ فبدانا نشتغل على العيش البلدي، وكانت دي الدخله بتاعتنا. الهوم ورك بتاعنا ان احنا نطلع ريسيبيز. الهوم ورك بتاعنا كان ان احنا نبقى لينا تاتش في الماركتنج، تاتش في البراندنج بتاع زوبا، تاتش في الاكل نفسه، بحيث ان انت لما تمسك الساندوتش تبقى عارف ده انا الاكل ده بتاع زوبا. مش محتاج ان انت تشوف تدوق الاكل او تشوف البراندنج بتاع زوبا. وانت بتفكر في يعني واحنا بنتكلم على البروسيس اوف اختيار او السلكشن، لان انت برضو بتعمل المنيو، مش هتحط كل حاجه في الدنيا ومش هتحط. وانت بتنقي الايتمز دي كنت بتفكر في ايه؟ حته تريكي شويه للشيفات دايما، ان انت بتبقى بتحاول تعمل الاكل على ذوقك. ودي غلطه بنقع فيها، ان انت تعمل الاكل على ذوقك وعلى ذوق الاونر بتاع المطعم. فبالتالي بتقع في مصيده ان الاكل ممكن يكون ملح زياده شويه، او الاكل نفسه مش مستساغ لناس كتير.
احنا بندور دايما على حاجه اسمها يونيفرسال تيست او طعم يتناسب مع جميع الاذواق. بنسبه مثلا يعني اللي يعجبك انت بنسبه 80% هيعجبنا بنسبه 100%، ممكن يعجب ياسر ب 70%. فاحنا في طعم كده بتوصل لحته معينه بتعجب معظم الناس. وده يمكن اللي احنا لمسناه، ان احنا فتحنا في امريكا والحمد لله احنا ناجحين، فتحنا في السعوديه وناجحين بنفس الريسبيز ونفس المنيو. فبتحاول تشوف ايه اللي بيعجب الناس. وبرضه في زي ما في ترند في الموسيقى وفي ترند في اللبس، في ترند في الاكل. فايه اللي موجود في الاكل؟ الاكل الصحي او الهيلثي لايف ستايل. الناس عايزه تاكل حاجات فيها سلطه كتير، حاجات فيها هو عارف ايه اللي بياكله. يعني دي غلطه احنا ممكن بنقع فيها شويه، ان انت ممكن عشان تشتري جزمه ممكن تقعد 3 ساعات تدور الجزمه جايه منين، ودي امريكي ولا متصنعه في الصين، طب والخيط اللي معمول بيها معمول ازاي، وتعمل ريفيوز عليها. بس ممكن تروح تشتري اكل من اول مكان تشوفه من غير ما تعرف الكبده دي جايه منين، اللحمه دي جايه منين، مصدرها ايه الفود ده مصدره ايه، الفاكهه اللي بتشتريها. يعني انا لما بدخل اشتري فاكهه وبسال الراجل اقول له هي الجوافه دي من بلطيم ولا بتاع كفر الدوار، يبص لي كده انت تفرق معاك في، اقول له انا عايز اعرف البطاطس دي من العيار ونهين، الطماطم دي جايه منين، انا عايز اعرف اللي انا باكله، دي حاجه تخصني. فدي بتبقى غايبه شويه عننا. احنا في زوبا بنعمل كده من اول يوم، انا عارف كل مزرعه وعارف كل عروه داخله لي في المنتج، كل منتج داخلي جايبه منين. الفود ده هيجي لي من بلدي ولا استرالي؟ الاسترالي جاي منين في استراليا؟ نفس القصه، اللحمه بلدي ولا جايه مستورده؟ المستورده دي جايه من انهي افاتوار بره؟ جايه جايه من جيجي ولا جايه من نيرفا في البرازيل، ولا جايه من امريكا؟ جايه منين في امريكا؟ دي حته مهمه جدا. ف حاسس ان دي كانت برضه من الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها جامد يعني. لما انت كنت بتتكلم على حته ان وانتوا شغالين على الوصفات كنتوا بتفكروا في حاجه يونيفرسال او حاجه تليق على اذواق الناس كلها. انت لما تيجي تبص على اكل الشارع المصري والاكل اللي احنا الستريت فود بتاعنا، ايه اللي انت شايفه بيخليه فريد من نوعه وعنده قبول بره؟ يعني بحكم ان انت سفرك والاكل بره والفروع اللي بره والايفنتس اللي بره، كل الحاجات دي ككونسومر كشيف لما تبص على الاكل بتاعنا بتلاقيه بيتشيك كل بوكس في الاكل. بمعنى احنا عندنا لما بنتذوق الاكل انت بتاكل من خلال فتحه الفم. الاكل بيدخل من الفم، انت بتتذوق 5 امزقه: المالح اللي هو السيفري، تتذوق السويت، تتذوق الساور اللي هو المزز، وعندك البيتر اللي هو المر، وعندك الامامي اللي هو بنسميه ديليشس او طعم حلو صالتي بس حلو يعني. ال5 امزقه دول في معظم الاكلات الشارع المصري تشيك موجودين بصوره او باخرى. هتلاقي الكشري موجودين فيه، العدس في الامامي، هتلاقي التانجي موجود في الدقه، وهتلاقي السويتنس جاي من الصلصه في الكشري، هتلاقي كل حاجه موجوده فيه. ده من ناحيه. بعدين حاجه اسمها الماوس فيل او التكستشر او قوام الاكل. لما بتيجي تاكل الكشري بتلاقي المكرونه ليها عضه غير عضه العدس، غير عضه الحمص، غير الرز. البصل لما بيجي تحت اسنانك، والصلصه، كل حاجه من دي عبقري اخترعها. يعني بجد يعني انا كان نفسي يبقى عارفين مين الحاج كشري والحاج سندوتش طعميه، الناس اللي اخترعت الحاجات دي، لان الناس دي اشتغلت على الحاجات دي. سندوتش طعميه، طحينه للسلطه البلدي اللي محطوطه ورغيف العيش اللي فيه عضه في رغيف العيش، والطعميه وهي سخنه وكرانشي من بره، وبعدين تقطم فيها كده هتلاقي كريمي. الاكل بتاعنا حلو. فدي انا كشيف انا شايف ان في عبقريه في الاكل الشارع المصري بتاعنا. سندوتش الكبده بتاع الفلاح ده يعني انا جوعتكم صح؟ جدا. انا نفسي جوعت والله. كل حاجه عندنا تحس ان اللي عملها عبقري. سندوتش الكفته، سندوتش حلوه، حواوشي. فدي كشيف انا شايف ان في عبقريه محتاجه تتحط تحت السبوت لايت او يتعمل عليها بريشر ماركتنج. اكلنا احلى بكتير جدا من اكل دول كتير في المنطقه وبتنافسنا فيه. فلو انت خدته وحطيته في الصوره الصح يعني يور ليميتد سكاي. از كونسيومر او كزبون، انا ما ببص. اولا انا لو عايز اكل فيجن حدث ولا حرج، بصاره، فول، طعميه، كشري، عندك كميه اكل فيجن وفيجيتيريان كتيره جدا، وكلها فيها سلطه بلدي، وكلها فيها طماطم محدقه وبتنجان مخلل وبابا غنوج، وفيها حاجات كلها فيجن وحاجات كلها هيلثي صحيه. فانت كده ككونسيومر او كراجل زبون انت بتدور على الحته دي. لو عايز لحوم عندك سندوتشات الكفته والطرب، وعندك حاجات فيها فليفرز مختلفه واطعمه مختلفه وفيها لحوم. فالاكل الشارع بتاعنا فرصه حلوه جدا جدا. طبعا بقى وانت بتشرح الحاجات دي كلها في نقطه استوقفتني، which is ايه بقى؟ ان انت لما بتيجي تبص على اكل الشارع او اكلنا التقليدي، انت لما عملت زوفر بداتوا تعملوا
يعني بتحط التاتش بتاع زوبا بقى. فكلمني اكتر على حته وانت ازاي بتحافظ على الجزء التقليدي مع الابتكار في نفس ذات الوقت. دي التيم بتاعنا كله، يعني احنا لما بنيجي نعمل حاجه الار ان دي بتاعنا هو التيم بتاعنا كله، يعني فاطمه، ياسر، شادي، كل التيم بتاعنا بيتدخل في موضوع الار ان دي. احنا بنقعد انا بعمل خريطه، بقول لهم يا جماعه دي الحاجات اللي ممكن تلاقي احنا عندنا عايزين نزود سندوتش طعميه وسندوتش فول، ونلعب مثلا بالفريك مثلا، ونبدا نحط الانجريدينتس اللي احنا ممكن نلعب بيها. هتحط بقى بنجر، ليمون معصفر، هتحط شويه كزبره خضراء. في ثوابت كانت اللي هو مش هنقرب من ده، هنعملها زي ما هي. في حاجات طبعا، يعني انا عندي هتلاقي عندي كلاسيك، هتلاقي عندي كشري كلاسيك اللي هو الطبيعي بتاعنا، بس الكشري بتاعنا يختلف شويه عن بتاع الشارع، ان احنا مايلين شويه ناحيه الكشري بتاع البيت. فده يعني في بدايته برضه مش هعمل لك فيها عبقري، ما كانش مقصود، لان انا ما كانش عندي مساحه ان انا اقدمه زي الشارع. ما عنديش سبيس ان انا اعمل ده، لان فرع الزمالك كله كان 59 متر مربع، فعملناه كله في حله واحده. فهو خدمنا في الحته دي ان هو بقى مميز شويه، ان هو ما بين بتاع الشارع وما بين بتاع البيت، فده عدانا. انما دايما احنا بنفكر في الرو ماتيريال، الخامات كلها اللي موجوده، نحط حب العزيز، نحط تمر هندي، نحط كركديه بقى في صور مختلفه، كصوص، كبودره تحط بيه تتبل بيه، كمون، نحط كل الحاجات دي، ونبدا نفكر بقى يا جماعه لو عملنا الطبق ده في حاجات كتير جدا بنحطها بتطلع لما تسمع اسمها تقول ايه ده؟ ده هتبقى جميله جدا. اول ما تيجي تدوقها ايه ده؟ ايه القرف اللي احنا عملناه ده؟ شيل يا عم وايه وابدا من اول وجديد عادي. واحنا لما بنيجي نعمل تيستنج دي، يمكن انا اتكلمت فيها لما كنا عاملين الفيديو بتاع 50 بيست، ان احنا بنقعد على ترابيزه ندور، يعني ما فيش حد فينا، يعني مش عشان انا اللي الشاف اقعد اقول لهم لا هو كده هو يتعامل، لا، كل واحد فينا صوته بيتسمع. يعني ممكن نبقى الترابيزه كلها تقول حلو، بس في واحد يقول لك مش قوي، نبدا نفكر تاني في حاجه غلط في الموضوع، تعال نصلح. ولازم يكون الشيف صدره واسع عشان يقدر يطلع اللي بتسميه الواو فاكتور، ان انت لما تحط حاجه في وقت ايه ده؟ ترجع لورا كده وتقول لا تحفه. عشان توصل لدي لازم يكون صدرك واسع وتستقبل النقد من اللي حواليك عشان تقدر توصل للحته دي. ما عندكش دي، اطبخ في البيت واكل مراتك وعيالك وهم يستحملوك يعني عادي خالص. بس عايز اقول لك ان ده بيرسبشن، يعني بعيدا عن الحته دي، حته اللي هو اوقات لما بتيجي تتفرج على حاجات ليها علاقه بالبوب كلتشر، يعني افلام مسلسلات ما اعرفش ايه، دايما في الشيف اللي هو انا اللي كلمتي تمشي ومفيش حاجه تتغير، ده الستاندرد، ده اللي انا عايزه، ده المظبوط. في التطبيق انا ببقى كده، يعني يمكن هم حتى بيتضايقوا مني وبيتخانقوا مني في الشغل. انا بتعصب ان خلاص احنا وصلنا لحاجه كلنا مع بعض هنثبت على دي. اي بقى حاجه يعني اصل الكزبره مش موجوده، معلش هنطلع، لا مش هنطلع من الكزبره موجود. احنا طالما اتفقنا ان هو ده الالتيميت تيست وهو ده الطعم اللي احنا متفقين عليه، انا مش هطلع غير كده. ودي بقى بتبقى هي دي بقى اللي انت بتشوفها في التلفزيون. بس يعني يمكن في بيرسبشن شويه، وحتى احنا بنلاقي الشيف اللي بيمسك المنقاط ويقعد يحط الورقه دي يعني انا في رايي يعني شوفوا سامي يقول لك، يعني احنا نتمنى ابقى واقف ولابس الشيف جاكيت نظيف كده، انا ببقى تلاقي ايه صوابع مطبعه على صدري من هنا والابرن وسخه غصب عنك، انت بتاكل 4000 كفر في 3 4 ساعات يعني، فانت مش قادر تقف، بتلف حوالين نفسك يعني. فهي تويزر، وانك تحط الورقه فوق نفسي في يوم من الايام بعملها وانا بصور. لما باجي اصور حاجه لحد تلاقيني ماسك المنقاط واعمل بقى ان انا عارف البس نظاره واقعد اوطي، وانت بتاع النظاره اصلا بتبقى نصها صلصه، فانت مش شايف، بتبقى قاعد نظاره ورميها على في جنبه بتحسس على الاطباق. عارف انت رياليتي فيرسس فيكشن، هو ده. لما بنيجي نتكلم على نقطه مهمه جدا ومش ناس كتير عملتها في مصر وما شاء الله عملتوها كويس جدا، حته التوسع العالمي، جلوبال اكسبانشن. فاحنا بنتكلم على ان الزوبه دلوقتي في السعوديه وفي نيويورك كمان في امريكا وفي الكويت وشارجه في البحرين ان شاء الله. ايه ده معلومات جامده جدا. عايزك تحكي لي على التجربه بتاعت البدايه، يعني احنا هناخد البراند ده من مصر ونطلع بره، ومش هنطلع في اي سوق، احنا هنطلع في اسواق كلها منافسه، كلها صعبه. ارجع معايا 13 سنه لورا كده، هتلاقي ان مصر كانت دوله مستقطبه للبراندات اللي بتيجي تفتح عندنا. ما كناش احنا بنصدر براندات بره، كنا احنا دايما بيجي لك بيتزا هات، بيجي لك كي اف سي، بيجي لك ماكدونالدز. كنت انت دوله بالنسبه لهم ارض خصبه انه يجي يفتح عندك البراند بتاعه، وبينجح بنجاح قوي جدا. نبص على ماكدونالدز يا جماعه، يعني
بالنسبه له كانت مصر تربه صالحه ان هو يجي يحط البراند هنا. فاحنا فكرنا قلنا الاوبورتيونيتي، طب ليه احنا ما عندنا كوادر، ليه ما نطلعش احنا براند بره مصر؟ في ناس حاولت قبل كده وفي ناس نجحت وفي ناس ما نجحتش، لان دايما احنا بنطلع نكلم بعض. يعني انا هفتح براند مصري، انا هدور على المصريين فين واروح افتح لهم. ما انت كده ما عملتش حاجه لمصر، انت كده برضو بنكلم بعض. فعشان تفتح براند وتطلع بيه محتاج عناصر كتيره جدا جدا تبقى انت محققها في مصر قبل ما تطلع. احنا طلعنا باول فرانشايز بعد 8 سنين تقريبا ما عملنا زوبا. فما استعجلناش، احنا خدنا وقتنا عشان نبني الستاندرد اوبريشن بروسيجرز او المانوالز او الدفاتر بتاعتنا، الورق بتاعنا متستف صح واحنا اللي عاملينه بايدينا. فلما بتيجي طالع بره بتبقى طالع معاك النقاط اللي انت هتشتغل من خلالها، فدي بتحل لك مشاكل كتيره قوي. زي ما اقول لك تاني، تعمل الهوم ورك بتاعك صح. الحته الليجل، حته الورق القانوني بتاعك، انت هتدي فرانشايز لحد، لازم العقود بتاعتك تبقى معموله عند حد متمكن وشاطر في الحته دي. لما تقعد بالعقود بتاعتك تبقى انت فاهم العقود، عشان لما يتناقش معاك فيها تعرف ترد على العقود بتاعتك وتبقى شايف العقود معموله صح ولا غلط. فالموضوع بياخد وقت كبير جدا ومجهود كتير جدا. بعدين بندخل بقى في الحته، خلصنا ده، طب هنبدا نفتح هناك. الخامات، في اختلاف جامد جدا ما بين الخامات في مصر ونيويورك، الخامات في مصر والسعوديه. فبنبدا نروح قبل ما نفتح بسنه نجرب كل الرو ماتيريال اللي موجوده، ونعمل ريسبيهات، نعمل كشري، نعمل فول، نعمل طعميه، نعمل عيش، نشوف انواع الدقيق المختلفه، نسبه البروتين فيها عامله ازاي، الرده، انواع الرده، لحد ما بنوصل في الاخر ان احنا بنقدر نعمل الريسبي بتاعتنا في مصر، بتاعت مصر بنعملها هناك في الدول دي. فده كله بيبقى مجهود جامد جدا وتفاصيله سخيفه، لانك بتقعد في كل حاجه تعيد 100 مره. يعني احنا عشان بنطلع نقعد نعمل بس تيستنج للبحرين، قعدنا اسبوعين هناك بنطبخ كل يوم. يجي لي الصلصه، ممكن نعمل صلصه كشري 20 مره. نعمل صلصه، الصلصه مش مظبوطه، الاسيديتي بتاعتها عاليه، التو سويت، مش كونسنتريتد كفايه، لون الطماطم فاتحه، فبنضطر نخلق رايبنج سيستم. بحط رفوف في المحل وببدا اجيب طماطم النهارده تبات تاني يوم انزلها تحت الرف لحد 4 أو 5 ايام عشان اقدر استعملها في سلطه او استعملها في صلصه. لازم يكون عندك الصبر ولازم تكون فاهم انت بتعمل ايه، يا اما هتروح هناك هتلاقي عندك مشكله جامده جدا جدا في فروق الرو ماتيريال. البصل هناك غير البصل هنا. البصل هناك بيبقى جديد، بيبقى نسبه الميه فيه اعلى والسكر بتاعه اعلى، فبتحطه بيتحرق، فانت لازم تبقى بتعمل ادجستنج للريسبيز نفسها، المواد الدهنيه كلها. فالموضوع بيبقى محتاج شغل كتير وصبر. في النقطه دي عايز اسالك على حاجتين وبعد كده هنكمل فيها اكتر. حته اول حاجه الحته بتاعت ان انت بتطلع بتفاصيل كتيره جدا وبتعمل الهوم ورك بتاعك قبلها بسنه. يعني احنا عارف من زمان بنقعد نتريق ان احنا ما بنقراش المانيوال. فانت في ده لازم تقرا المانيوال، او انت بتكتب المانيوال وبتنفذه وبتقراه وكلمه كلمه وحرف حرف. ده حقيقه. لما بتروح يعني من واقع يعني اكسبيرينس والكلام مع ناس كتيره جدا، ان هو اوقات لو انت بتروح لبلد اوقات بتحاول تادجست حاجات صغيره عشان حاجه. صح. فهل انتوا عملتوا كده برضو لما لقيت الكرات البلدي مثلا اللي هو تشاينيز ديكس في امريكا ثمنه هيبقى لو حطيته في الريسبي الطعميه هتبقى اغلى من اي حاجه على المنيو. هي اوريدي الطعميه ساندوتش ملمس مع الحواوشي، يمكن اغلى من الحواوشي شويه، مع العلم ان انا بشتغل ببلاك انجلز بيف حلال، فيعني ثمنه غالي جدا اصلا يعني. فان انا كمان احط الطعميه تبقى في نفس السعر، المصري اللي هيدخل لي مش هيبقى فاهم الحته دي. فاضطريت ان اشيل الكرات وعملنا ادجستمنت للريسبي نفسها، كميه البصل للثوم للبقدونس للكزبره الخضراء، بدانا نادجست الريسبي نفسها. كميه الملح هناك ملوحته اقل السنه من عندنا في مصر، هنا بحط 19 جرام، هناك بحط 25 جرام. فبنادجست في الريسبي نفسها حاجات بسيطه. في الاخر زي ما قلت لك قبل كده، لو الطعم قريب من بعضه بنسبه 90% انا كده وصلت اللي انا عايزه. السؤال بقى لو انت عندك، هل واجهت حته ان في طبق او في وصفه حسيت ان هي ممكن بتبقى شغاله في السوق ده مثلا فندي لهم بديل او نعمل حاجه ثانيه؟ لان الخطه بالنسبه لي انا مثلا حطينا الكشري، كنا حاطين الكشري من باب ان احنا حته في الماركتنج، ان احنا نتكلم عن قنبله الكربوهيدرات اللي احنا حطيناها في المنيو. الكشري رز مع مكرونه مع شعريه، كربوهيدرات كتير. فالناس هتتخض في امريكا اللي هم اصلا بيخافوا يعني، ما يعرفوش ان احنا بنعمل سندوتشات لسه، يعني في رغيف عيش اصلا يعني، مش فاهمين الحته دي لسه. المهم طبق الكشري كان يخض، انا حطينا طبق كشري على المنيو، فانا كنت خايف ان الناس تستقبله بحاجه سلبيه. لا بالعكس، ناشونال ديش اوف ايجيبت، حطينا الكلمه دي جنبه، الطبق الكشري بيبيع زي الفل. الكبده
كنت خايف من الكبده جدا في نيويورك لان الامريكان ما بياكلوش الكبده. اكتشفت ان الجينيريشن الجديد بتاكله، الصينيين بياكلوه، لقيت الكبده شغاله حلو جدا. ففي حاجات انت بتبقى انت خايف منها بتلاقيها بتشتغل، وفي حاجات بتبقى انت واثق انها ممكن تشتغل وممكن ما تحققش اللي انت شايفه برضه يعني. احيانا لازم تجمد قلبك شويه احيانا في المنيو بتاعتك. والحواوشي مثلا بالنسبه لهم لما انت تفهمهم ان هو بريست برجر، برجر مضغوط في عيش مش عارف ايه، هم بيفهموا الحواوشي بالنسبه لهم احلى من البرجر كمان يعني. طب لما نيجي بقى في حته ان اول سنه قضيتها في اول فرع بره مصر، طبعا دي طلعت سنه فيها ايجابيات وسلبيات، فايه اكتر حاجات كانت بالنسبه لك ايجابيه جدا وايه اكتر حاجات اللي كانت بالنسبه لك سلبيه جدا تقدر تقولها يعني؟ في اول فرع في لينا كان نيويورك. فتحنا كنا في شهر 9 يعني. فتحنا الباب انا خدت على وشي عارف انت. التيم كله كان من امريكان، ودي حاجه انا افخر بيها ان احنا اكل بقالنا من 2019 بنقدم اكل مصري في نيويورك. ب 100% الشيفات كلهم امريكان، سود مكسيكان بيض، وبيطلعوا عيش بلدي وبيطلعوا طعميه وكشري وحواوشي وحاجات الواحد فخور بيها، حاجه هم ما كانوش قبل كده. فدي حاجه تفرح الواحد. من الحاجات الحلوه اللي حصلت مثلا ان احنا في اول 3 شهور كنا محطوطين على توب 100 ريستورانتس في نيويورك. بعدها باسبوعين حصلت كورونا، البلد قفلت. فدي كانت تحدي تاني. عدينا سنه في نيويورك كانت صعبه جدا. للي يعرف نيويورك عامله زي القاهره الكبرى كده، بس الفرق ان مفيش كتير ساكنين في نيويورك. معظم الناس بتكوميوت بيجوا من نيو جيرسي زي الجيزه كده ويعدوا لنيويورك يشتغلوا ويروحوا تاني. فاول ما حصل كوفيد والاماكن الشركات قفلت كله رجع على بلده. وانتوا كنتوا رايحين في منطقه مركزيه واحنا في منطقه، احنا في منهاتن، فيعني كل اللي رجع الشرقيه رجع، اللي رجع طنطا رجع، فعارف انت. اللي رجعوا بلادهم كلهم في امريكا، الشرقيه بتاعت امريكا، انا فاهمين قصدي يعني. فرجعوا على بلادهم. فاحنا بقى ايه، فجاه نيويورك فاضيه، بقت جوست تاون يعني مدينه فاضيه على عروشها خويه. فعدينا كوفيد، رجعنا بعد كوفيد قال لك ايه، طب ما احنا زي الفل، ما الناس قاعده شغاله من بيوتها وعلى اللابتوب وبنعمل زوم كول والدنيا ماشيه كويس، ما نطول شويه. فقعدوا في السايكل دي قعدنا لنا سنتين مثلا. فدي تعبت كل البيزنسز اللي زينا، وللاسف كان في ميشلان ستار ريستورانتس طلعوا اوت اوف بيزنس، ومطاعم بقى لها 100 سنه في نيويورك قفلت بسبب الازمه دي. طبعا كان في كوارث من دي، كان في ازمه ان لازم هنغير حاجه في ريسبس، كنت لازم اروح بنفسي. لسه انا والشيف ياسر راجعين من نيويورك، قعدنا شهر ونص كنا بنغير حاجات في المنيو. ف ف هي تشالنج جامد انك لازم تتابع كواليتي كنترول مرعب يعني. بس في نفس الوقت انا حاسس ان انتوا بتلعبوا دور اكبر بس من مجرد ان انا عندي فرع في نيويورك يعني. وخاصه يعني دلوقتي انتوا حتى من قريب دخل معاكم حد هاي بروفايل جدا برضو كشريك، رامي يوسف. بالظبط. رامي يوسف ممثل مصري اللي هو ايمي اووردز، وراجل ممثل شاطر وعنده شوز وعنده حاجته. وهو شايف ان هو لايق على البراند، واحنا شايفين ان هو لايق على البراند يعني. هو بيتكلم دايما ان الشو بتاعه اسمه رامي، بيتكلم عن حياه المصريين الجيل الثاني في امريكا، والمسلسل دمه خفيف، واحنا شايفين ان احنا يعني بنمثل مصر. وحتى جه صور عندنا، هو الموضوع بدا بعد ما هو جه صور عندنا كام حلقه. يعني بيجوا يقعدوا في زوبا وياكلوا ومش عارف ايه. فالموضوع عجبنا بصراحه، فلقينا الموضوع حلو، فهو دخل بانفستمنت معانا وعملنا كولابريشن معاه وكانت ظريفه يعني. الفكره برضو ان انت لما بتقدم اكل الشارع وبتقدم حاجه بهويه مصريه، احنا برضو عندنا الماركتنج بتاعنا بيلعب على الحته دي شويه، والبراندنج بتاعنا عبقري. ثانك يو. وانتوا بتشتغلوا على ده يعني. خلينا برضو ناخد الحته دي لان انا حاسس ان هي كانت من الحاجات اللي فرقت قوي، لان زوبا هو براند مصري جدا وباين قوي في طريقه تقديمه، ان هو مش يعني اقول لك ايه، انت مش بتشتغل بطريقه تقليديه، مفيش حاجه تقليديه في زوبا. هو احنا خدنا الحاجه اللي احنا كنا بنبص عليها دايما بحته ان هي عيب عندنا في ثقافتنا واشتغلنا عليها يعني. احنا لما عملنا ريبراندنج، اول كومنت جالي عملنا ريبراندنج في امريكا، فالناس طب المصريين خلصوا يعني ما تروح تعملوه في امريكا؟ لا، هو انا مش عايز اعمل حاجه مش شبه حاجه يعني. احنا بنشتغل انا ومصطفى سيف وشيف اسامه مسعود، في ناس كتير جدا شغاله على تطوير الهويه المصريه، بس احنا كلنا للاسف بنشتغل بمجهود فردي يعني. ما فيش تمويل يساعدك على ده، لان انت الحاجات دي كلها بتكلف السفر، وحضرتك عارف طبعا يعني القصه دي.
فاحنا بنحاول على قد ما بنقدر، بس في نهايه اليوم طول ما انت بتحاول في حاجه بتحصل. احنا بقينا حاله دلوقتي كمطبخ مصري ان في رغبه. انت بص على السعوديه، انت كل 5 دقايق في اعلان نازل بلبن بيفتح هنا، وهمي بيفتح هنا، عندك مش عارف حجوجه يفتح هنا، مش عارف في حاجه بتحصل. صح، دي حاجه كويسه ان انت بقيت بتصدر براندز وبراندز ناجحه. فدي انا شايف ان ده نجاح. شايف احنا كان لنا دور جزء صغير جدا جدا في الموضوع ده، ان احنا شجعنا ناس كتير انها تاخد الخطوه دي. دي حاجه انا فخورين بيها. وان شاء الله ان شاء الله مصر، يعني لسه كنت بتكلم مع محمد خربة من شويه ان مصر ممكن تبقى هي الصين بتاعه المنطقه في العماله. فلازم تبقى عماله مؤهله. فلازم الشيفs اللي تطلع من مصر والويترز اللي يطلعوا من مصر يبقوا مؤهلين. فده بنشتغل عليه كاكاديميات، او ان احنا نطور الناس تطلع مصر تبقى تشرفك زي ما تشرفك مطبخك يشرفك الشيفات والناس الخامه، الناس اللي طالعه من مصر. هي دي القصه. في النقطه اللي انت قلتها دي، هو انا شايف ان ده يعني اكيد في مطاعم طلعت وراحت مركزه اكتر دلوقتي على الخليج اكتر، بس انا مهتم اكتر ان هو عايز ايه اللي ناقص مثلا عشان الناس دي تطلع بره بقى المنطقه خالص. كشري التحرير فتح في لندن. يعني دي خطوه برضه يعني شابوه لمحمد علي بصراحه، يعني ان هو خد الجرأه دي انه يطلع يفتح كشري زي لسه بقول لك كارب في كارب. وخصوصا ان كان في لندن في 2016 كان في كشري ستريت وما نجحش لانه طلع رقص على السلم. انا هعمل اكل مصري بس انا هعمله يعجب الانجليز. يعجب الانجليز مش يعجب ذوقهم، لا هو عمله ليترلي يعجب الانجليز. لو عمل رز بسمتي مكان الرز المصري، عمل الكشري دي كونستراكتد. يعني انت بتدخل اوبن بوفيه بيحط لك اللي انت عايزه، عايز تشيكن، عايز بيف، عايز كذا. فده انت فقدت الحته بتاعته انك اوثنتيك، انك حاجه عرقيه فعلا. كشري التحرير نقل ده وفتح في لندن. تجربه يرفع له القبعه، يعني لانك لما بتفتح لوحدك بتبقى اول واحد بتفتح في بلد طالع من براند من مصر وتروح تفتح هناك. انت اللي بتاخد الشك ان انت توعي الناس وتشرح لهم الكونسبت. يمكن اللي بيساعد كشري التحرير شويه ان كميه الهنود والثقافه اللي مفتوحه على الهند كبيره شويه، والكشري قريب من الكتشري. فيعني الموضوع ممكن يكون قريب شويه ان هم يلاقي زبائن تروح تاكل عنده. بس هو راجل شاطر انه عمل كده يعني. انا شايف ان هو يعني في هنا فرصه جميله جدا لينا احنا في مصر، ان هو يبقى عندنا كذا، مش بس زوبا كشري، يعني يعني يبقى عندنا بورتفوليو قوي جدا من الكونسبتس يطلع. ما هي دي كلها بدايه. يعني انت في ويف طلعت مكمله بقى. يعني انت عندك في كتير براندات بتطلع من مصر الفتره اللي فاتت. يمكن التركيز على الخليج، لان احنا دايما عندنا في مصر البرسبشن ان الفلوس في الخليج، وهي فعلا الفلوس في الخليج بصراحه يعني. بس يعني فيمكن بعد ده يبقى في الفرصه اللي بعديها ان يطلعوا اوروبا ونبدا نتحرك ناحيه الناحيه الثانيه دي. يعني يمكن في مطاعم سامع انها بدات تتكلم في مطاعم مصريه فاتحه هناك اوريدي، اللي هي زي ماهز برانش اللي فتح في كندا. في كم كونسبت كده، وحميدو اللي في نيويورك. بس هم كانوا عايشين في البلاد دي ففتحوا في البلاد دي. بس ده برضه بيخلق فرصه للكوزين المصري انه يتصدر بره. كويس. هنخش بقى في نقطه ثانيه برضو مهمه كنت انت اتكلمت عليها، الانجريدينتس او المكونات المهمه للحاجه. ايه مدى، يعني انت عديت عليها بس انا عايز اركز عليها اكتر، ايه مدى اهميه المنتجات او ان انت تجيب الخامات الصح لان انت تعمل الوصفات بتاعتك؟ مشكلتك ان برضه برغم جمال الاكل المصري الا انه بسيط جدا في تكويناته. يعني هتبص هتلاقي انت بتلعب في كام نوع بهار: ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، شويه كركم. يعني بهاراتك مش كتيره قوي، الا اذا كنت هتدخل في السجق فانت بتحط فيه ايه بتكنس المطبخ على السجق. غير كده البهاراتك قليله، اعشابك قليله. صح؟ احنا بنلعب في شبت كزبره وبقدونس وشويه النعناع ويعني بندخل الريحان بنزنقه كده في النص. بس يعني ما انتش زي المطبخ الايطالي مثلا. فكل عنصر من دول فقدانه او انه مش مميز بيضيع منك اوبورتيونيتيز رهيبه جدا. فلازم تبقى مركز جدا في الرو ماتيريال. فاحنا بندخل نعمل الفول مثلا، عشان تجيب فول بتاع التدميس اللي هو الفول المدشوش بتاعنا ده، بيفرق من ريجن لريجن. لو انت هتجيب فول مدشوش جاي من استراليا اقرب دوله في الطعم اللي بتاع مصر وفي الحجم وفي الشكل. لما تروح مثلا ليتوانيا او انجلترا بتلاقي الحبايه اصغر شويه، الحبايه اقسى شويه. ممكن تلاقي حبايه مثلا جايه لك من يوكرين مثلا، الحبايه نفسها عامله زي البلاستيك ما بتتكسرش لما تيجي تضربها. فمش كل الفول يصلح للطعميه. فاحنا بنقعد، ده يمكن الحاجات اللي احنا بنعاني منها شويه، ان احنا بنعمل الكلام ده كله. وخصوصا ان انت مصر انتاجك في الفول البلدي بتاعك حوالي 50,000 طن. احنا استهلاكنا كدوله 950,000 طن.
فانت عندك فجوه رهيبه بين الانتاج والكونسومشن بتاعك. فانت عشان تعوض ده انت بتستورد. احنا تقريبا احنا رقم واحد في العالم، احنا بنستورد من كل دول العالم. عشان تستورد البرودكت الصح وعشان تلاقي البرودكت الصح اللي تشتغل بيه، ده بيبقى مجهود جامد جدا. هاخدك بقى على نقطة تانية برضو، حتة الفيدباك، ان انت بتسمع الزبون عايز ايه. ماشي. فاحكي لي اكتر على انتوا كزوبة بتبصوا للموضوع ده ازاي، بتتعاملوا مع الناس ازاي؟ زي ما طبعا في ناس بيجوا يقول لك الاكل تجربتنا فيه حلوه، في تجارب مش كويسه، يعني ازاي بتتعاملوا مع رد فعل الجمهور؟ طبعا كل راي بيتقال لنا احنا بناخده فيري فاليبل، بناخده بعنايه. في اراء بتبقى مبنيه على اراء ناس ثانيه، بمعنى ان احنا اللي احنا لاحظناه الفتره الاخيره ان النقد ممكن يجي لك نقد من حد ما دخلش اصلا المطعم عندك. يمكن ده بقينا بنشوفه كتير شويه، يعني واحد يدخل يشتم يمسك مطعم سين من الناس ويقعد يقطع فيه، بس هو ما دخلش المطعم ده اصلا. فدي بقت حاله صعبه شويه. فاحنا بنعمل ايفالويشن او بناخد الفيدباك اللي بيجي لنا بنفلتره. في فيدباك بيبقى يعني غلطه من عندك، دي احنا طبعا اي فيدباك بيجي لنا ايجابي او سلبي احنا بنحلله. طبعا يهمني اكتر السلبي، بناخده بعين الاعتبار. بس احيانا بيجي لك واحد يقول لك ايه، انتوا مش زي الاول. تحت امر حضرتك، ايه اللي مش عاجبك؟ لا مستواكم نزل. طب ما هو حضرتك يعني حط لي صبع على المشكله عشان احلها لك. هو بقاله فتره ما بيجيش، او هو فور سم ريزن هو بنى دي من كلام حد تاني وهو مش عايز يسمع لك. بس هو انا باكد لك مثلا ان معظم المطاعم اللي في الشريحه بتاعتنا انا ما بغيرش خامات كتير، يعني هو فول نفس الفول، طماطم هي الطماطم. يعني اصلا ما بشتغلش بحاجات مستورده، يعني سلمون ولا جمبري ولا كل حاجات اغلبها موجوده يعني. فلو حد اخفق حتى في عمل هيومن ايرور او غلطه بشريه، دي بتبقى مره، مش مستوى نزل، يعني ما تقيسهاش بالمقياس ده. وفي واحد تاني يدخل لك بفيدباك كونستراكتيف، يقول لك انا اكلت كذا كذا وكان في مشكله ان علي كذا، فلما تبص له يقول لك ده انا كان المعده بايظه فانا بدلت، فتعرف ان في مشكله فعلا. فتبدا انت تعالجها بان انت توفر المعده دي وتوفر منها باك اب لو حصل اي مشكله بعد كده تعرف تحلها. ف اي فيدباك مهم وبالذات السلبي يعني. هل في فيدباك جالك وعدلته حاجه مهمه او محوريه في كتير جدا كتير جدا بنعدل بناء على فيدباك، سواء كان حد كان حاجه معينه، مثلا يقول الصلصه فيها حاجه غلط، انا بقى عارف ان انا مغير، مثلا انا عندي بلان اي وبي وسي، عشان تعرف ان الظروف بتاعت التوريد بتبقى فيها اختلافات شويه. فانا بلان اي مثلا بشتغل بنوع صلصه معين، انا غيرت لبلان بي، فبلان بي اللي جالي مش نفس الكواليتي. انا ببقى فرحان ان العميل بتاعي وصل لمرحله ان هو فاهم لما انا بغير في كواليتي حاجه معينه هو بيعرف يلقطها. فانا بشرح له وبقول له بمنتهى الترانسبيرنسي. واهم حاجه في حل المشاكل يا جماعه، بلاش هبد، يعني خليك صريح بمنتهى الصراحه. مهم بالنسبه لي الهبد ده لا اساسي، لان العميل ذكي. العميل اللي جاي لك بمشكله ده كتر الف خير، انا اصلا بشيلها له فوق راسي ان هو اهتم انه يوصل لي المعلومه. والسلبي ده هو موصلها لي عشان هو خايف عليا وحريص عليا. اللي ما بيقوليش ده مش فارق معاه، لانه هيطلع من عندك يدخل على المحل اللي جنبك. فدي حاجه بتبقى كويسه جدا. فانا لما بسمع منه ببقى حريص جدا ان انا احل له مشكله، واحاول ان انا اشرح له من غير ما استخف بعقله. لا والله يا فندم ما عندنا، مش ما عندنا، انا يا نهار اسود احنا صيدليه. لا مفيش صيدليه، لا عادي جدا انا بغلط، وعادي جدا ان انا ودوري ان انا احل مشاكل، ودوري ان انا اقدر ان انا احل المشكله بتاعتك. عايز برضو اسالك على ما شاء الله يعني على صعيدين مهمين. اول حاجه انا شايف ان علاقتك بالتيم بتاعك اللي شغال معاك دايما هي عيله، هي مش موظفين ومدير ومفيش ده، مفيش ده، انا ما بشوفش ده عنك. فعايزك تكلمني اكتر على انتوا اكيد مريتوا بايام العيله كان فيها حبه مشاكل، او لا في ناس جديده علينا، ازاي نخلي الناس دي تبقى جزء من لسه متخانقين انا وياسر واحنا جايين دلوقتي. اكيد هتتخانق مع ياسر، دايما بيعمل مشكله. لسه متخانقين. لا بس هو الفكره ان هو فعلا انا يعني ما شاء الله عليكم، انا بحب جدا الطاقه بتاعت الفريق ده بتبان. حتى انا كنت بهزر اوقات مع الناس حواليا لما بروح اكل في اي مكان، بقول لهم الاكل ده طعمه حلو، واضح الناس دي بتحب بعض، يعني المكان فيه حب. فكلمني اكتر على ازاي انت بتدير الفريق بتاعك والتيم بتاعك بيشتغل ازاي، وايه القواعد والقوانين اللي انتم متفقين فيها مع بعض اللي مخليه العلاقه على السنين اللي فاتت دي كده ما شاء الله. يعني حاجه انا بشوفها مهمه جدا ان هي فلات بيس اورجانيزيشن، يعني احنا ما عندناش لايرز. يعني اي حد في الشركه عايز يتكلم مع اي حد في الشركه يعرف يوصل له.
دي مبدئيا ده كله كل الشركه انكلودنج كريس في امريكا، لو هو في امريكا بيرد. يعني لو في حد من الاستواريه شايف انه اتظلم وحب يكلمني بيكلمني، حب يكلم ياسر بيكلم ياسر، حب يرجع لمديره بيرجع له. اي حد فينا بتوصل له مشكله بيشتغل عليها ويحلها، بيحلها بموضوعيه. مش باخد الكلام وبنصدر مشكله لحد تاني، لا انا باخد الكلام وبنحلل، بنقعد مع اطراف المشكله وبنحلها. وبنقيس دايما عندنا في كلمه فلات بيس بقى ان انا بقيسها على كل الناس. يعني لو واحد صغير عمل مشكله وحد من كبار في الشركه عمل مشكله، هل العقوبه نفسها لو العقوبه ما تساوتش يبقى انت عندك حاجه غلط في المنشاه كلها. لازم العقوبه تكون متساويه. مصطفى غلط يتحاسب، فلان الفلاني اللي شغال على الحوض هيتحاسب كلنا. ويمكن اللي مساعدني شويه في الموضوع ده ان انا بدات شغلي اصلا ستيوارد، انا كنت بغسل مواعين. فانا حسيت قد ايه ان انت بتبقى حاسس ان انت مش مسموع ولا متشاف، وانت بالنسبه لهم زي لوح الازاز. يعني الناس بتعدي من حواليك مش شايفينك اصلا، لان انت واقف على الحوض. يفهم ايه ده يعني؟ لو بيفهم شويه ما كانوش حطوه على الحوض يعني. فانا حسيت بدي، فانا عمري ما بظلم حد. وانا على العكس، انا اهم واحد عندي في المطعم هو اقل واحد في المطعم اللي هو بيبقى واقف على الحوض. مش اقل في الوضع، بس هو دي اقل مهمه لان ما عليهاش مسؤوليات كتير. يعني الشيف عنده مسؤوليات وبيتحاسب، انما هو مشكله عنده يكسر كوبايه او يحط طبق في مكان غلط او ما يغسلش طبق كويس، كلها مشاكل تتحل وتتعالج في المكان. فدايما الناس بتعامل الستيوارد هو مش مسموع ومش مفهوم. على العكس، احنا ممكن ستيوارد يدخل يقول لي على رايه في حاجه احنا نغيرها كلها عشان خاطر هو رايه صح. فانا بحس ان دي انك تحس انك اتسمعت او اتشافت دي بتفرق. ودي يمكن ده السر اللي عندنا، ان احنا كل الناس ممكن تتكلم معاهم في اي وقت. وفي نفس الوقت السؤال في حته ازاي بتقدر تطور من الفريق في وسط بيئه سريعه الحركه؟ لان انت بتجري بتعمل حاجات، ازاي بقى بتعلم وبتشتغل؟ يعني الاثنين دول بيبقوا صعبين جدا مع بعض. عندي احمد رمضان، يعني الانترفيوز بتاعت زوبا في البدايه كلها كنت انا اللي بعملها، انا وكريس. مفيش حد دخل زوبا لحد مثلا اول 5 سنين ما عداش عليا انا وكريس. من بعدها احمد رمضان هو اللي بيعمل انترفيوز. احمد رمضان هيد اوف ايجيبت يعني. احمد بيقعد معاهم بنفس اللي احنا كنا بنعمله انا وكريس. مفيش حد بيدخل الشركه في 1% شك فيه. احنا عندنا 6 قيم للشركه، احنا بدانا الشركه عليهم. ال6 قيم دول احنا اللي عاملينهم. يعني مش يعني احنا كلنا كموظفين في الشركه قعدنا كلنا في سيشنز مختلفه قلنا ايه القيم بتاعتنا كافراد وكشركات، وعملنا السيشن دي في كذا على كذا اسبوع لحد ما وصلنا للقيم. 6 قيم دول، دول اهم حاجه لنا كشركه. بنعين بناء عليهم، بنرفض بناء عليهم، كل حاجه في الشركه بتترقى بناء عليهم. اول حاجه فيهم الاحترام، فاحنا دي اهم حاجه عندنا، اهم قيمه عندنا. بناء على كده بنبدا نشتغل. تمام. فعايز ايه يا ياسر؟ مش عاجبك كلامي؟ يعني التيم كله قرر ان دي القيم اللي احنا هنتفق فيها على بعض. البورتر اللي في المخزن زي الستيوارد زي المانجر، زي كل واحد فينا ليه صوت، مش واحد فارق عن التاني. بس هقول لك حاجه الصراحه برضه يا مصطفى، لان هو الناس برضه بتيجي تقول لك ايه، طب دي حاجه بيئه مثاليه قوي يا جماعه. لا هقول لك حاجه، انا بتصدع برضه، خد بالك. يعني انا بقول ياسر، يعني انا ممكن طيار يتخصم له 5 جنيه يكلمني عادي، مش انت موافق؟ ما هي ده الجانب السلبي بقى. ايوه. اقول له انا مش بتاع ماليات، اوجهه بقى. اروح مكلم مثلا مستر عمر اللي ماسك الاكونتنج، اقول له مستر عمر هيجي لك فلان اهتم بمشكلته عشان هو حاسس انه اتظلم. ده دوري. انما بتجنني بتجنني. يعني ابقى في امريكا 2 طيارين ضربوا بعض، بيجي لي تليفون محمد عبد الله ضرب بدر وماسكين في بعض في قدام الفرع. انا ببقى سايب الشغل هناك وقاعد احل مشكله 2 طيارين ضربوا بعض، وبقعد يعني احوله بقى على HR ونبدا نتعامل مع المشكله. فزي اي منشاه، زي ما في ايجابيات في الاسلوب ده، في صداع بيجي لك. بس لو انت مش عايز ده هتلاقي عندك دايما في لايرز، هتلاقي في حاجات ما بتوصلكش، دي بتبقى مشكله ثانيه. انا حاسس ان هي تجربه جميله جدا عامه في المجمل في الحته دي. الجزء الثاني ليه علاقه ب انت وكريس او انت والشركاء، يعني وطريقه اتخاذكم للقرارات مع بعض. كل واحد فينا عارف شغله ايه والخط بيبدا منين وينتهي فين. ده اللي بيفرق معانا. يعني احنا بقالنا 13 سنه في الشراكه دي الحمد لله. كريس معاه حاجات معينه، فهمي معاه حاجات معينه، ياسر شغله في واضح، فاطمه شغلها واضح، انا شغلي واضح. كل واحد فينا عنده حدود وبتقف عند حته معينه. فطول ما انت بتشتغل في الحته بتاعتك اللي انت بتحبها وشاطر فيها، ده اللي بيخليك تعرف تنتج. لو بدات انت تتحكم في شغلي وانا اتدخل في شغلك، تتدخل بس تتدخل في نطاق، يعني تديني رايك. وبناء على رايك ده زي ما قلت لك انا ايفاليو اي راي بيجي لي، سواء جيست او حد شغال معانا. نفس القصه الشركاء، فيجي يقول لي مثلا انا شايف ان المنيو بتاعتنا محتاجه تتقل في الحته الفلانيه.
ممكن ارد عليه يقول لا انا شايف انها كويسه كده، خلينا نركز في الحته الفلانيه، او لا كلامك صح، لا خلينا نشتغل عليها. فدي الحدود دي من الاول بتخلي الشغل سهل ما بين الشركاء. انما بقى تلاقي 15 شريك يا باشا، وكل واحد ايه حاطط ايده في الاوبريشن، كل واحد يعمل كل حاجه. مستر محمد قال لي امبارح هنحط التقليه على جنب، لا مستر عماد قال لي حط التقليه جوه الطبق. عارف انت كل واحد بيدخل يفتي في حاجه. انا شغل المطبخ اي حاجه تخص اوبريشن، المطبخ داي تو داي اوبريشن بتاعتها محدش دخل فيها. هم ممكن يقولوا رايهم ليا، بس القرار في الاخر قراري انا، مفيش حاجه تتغير في الاوبريشن الا لما انا يرجعوا لي انا في الاخر. بس لما تيجي تتكلم على الصناعه عامه او الشيفs في مصر او التعليم بتاعهم، ان دي حاجه بالنسبه لك مهمه ومحوريه. انت شايف ان زي ما انت قلت الاول ان في فرصه ذهبيه ان احنا نبقى تصدر العماله بالظبط. فانت ايه اللي انت شايفه مهم او محوري دلوقتي، سواء كان يعني على صعيد الاشخاص او على صعيد المؤسسات، يعني الناحيتين يعملوا ايه؟ هتقمص شخصيه محمد صلاح دلوقتي. ايوه البيرسوناليتي. بس دي حقيقه، هي شخصيه، انت محتاج تنمي الجانب البيرسوناليتي او البيرسونا بتاعت الشخص زي ما بتنمي المهاره بتاعته. انا عندي في الكورسات اللي انا بديها عندي في الاكاديميه بتاعتي، لما بدي كورس في حاجه تخص الطبخ بدي جنبها كورس يخص الجانب البشري، ازاي تتعامل مع المشكلات. وبالذات للستات، الستات عندنا بتطلع من بيت ما اشتغلتش في حياتها وفجاه بتنزل حقل العمل. ما انت فاطمه مالكيش دعوه بالبنات دي، معانا بتنزل حقل العمل بتصطدم بتحرش لفظي، تحرش جنسي، ابيوز، بيستغلها، يشغلها عدد ساعات غير ساعاتها، حاجات كتير جدا جدا في سلبيات ومنتهى الصراحه موجوده. صح. انا دوري ان انا بوعي البنت ازاي تعرف تاخد حقها، توقف الشخص عند حده فين. فبنجيب معانا منظمه اسمها انسان بتشتغل على الجزئيه دي، وبيبقوا اللي شغالين فيها بقالهم سنين في الفيلد ده، فبيعرف ينصح البنت. طب الراجل نفس الكلام، هو معرض لنفس المشاكل دي، بنجيب بيقعد معاه وبيشرح له وبيبدا يديهم امثله اللي حصلت قبل كده في الواقع، فبيبدا في وعي منهم. انت محتاج تنمي الجانب النفسي عشان ما يطلعش الناس هشه من مصر ويحصل لها مشكله في الغربه. تفهموا يعني ايه غربه؟ عشان هو يبقى طالع من هنا مفكر انه هيروح هناك يركب ديزني لاند ويروح يركب عربيات وعارف انت يعني بيطلع بره يصطدم ان هو هينام في اوضه مع 12 واحد وسرير بدورين، وهيحط حاجته في اوضه وهيقفل على حاجته، وعلبه الجبنه الواد حماد هيجي بالليل ياكل علبه الجبنه بتاعته اللي هو جايبها من بالليل. لازم تفهموا المشاكل اللي هيقابلها عشان ده الواقع. تمام. وبعد كده لازم تشتغل على المهارات بتاعته. الجانب النفسي مهم جدا جدا، اهم من المهاره في رايي. من ناحيه زي ما بقول لك ان انت ما يطلعش هش، ما يطلعش ان هو مجرد ما يطلع بره الغربه، لان احنا شعب عاطفي جدا ومرتبطين باهالينا جدا 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 اكتر من اي حد في المنطقه. يمكن احنا مش شعب مهاجر زي اللبنانيين، لبنان فيه 15 مليون لبناني في البرازيل، لبنان فيها 3 مليون بني ادم. فهم شعب شاطر في الحته دي، متمرس عننا. احنا شعب عاطفي. فلما بنسافر يا غربتي بقى، انت لو رحت شرم الشيخ الراجل بتقعد اسبوعين، بترجع امك وحشاك وتحضر السرير وتبص الارض وتنام على الارض، تسجد على الارض. ما هو الهنود وباكستان برضه زينا من نوعيه مين يا راجل؟ ده الهنود والباكستان بيتولد من بطنهم وبيرموه في القطر يسافر. بس هو بيروح يشتغل، بس هو شاطرين، حب الاهل والبتاع، يعني عنده نفس الجانب. بس احنا عاطفيين بزياده. انا يعني اقول لك المصريين لعبتهم كتير جدا جدا في الغربه، وطول ما هم قاعدين يعني مجرد ما يوصل المطار، انت لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده، مصر احلى بلد في الدنيا. هي فعلا مصر احلى بلد في الدنيا عشان بلدنا بنحبها، بس هو اول ما يوصل حنين بياخده ويبقى مشتاق. فانت لازم توعي الراجل انه ما يبقاش يبقى راجل قادر. هو طالع لهدف معين، انت طالع لمده سنتين هتعمل فلوس، هتدرس، طالع ليه؟ فانت لازم تبقى انت واثق من تخليه طالع واثق من هدفه ايه وقراره ايه. ومش بس الحته بتاعت المهارات العمليه بتاعت انت شاطر في شغلك بس، لان على ما اعتقد الجزء الشخصي ده بيبقى فارق اكبر بكتير. لما الناس بتقيم هتاخد مين قدام مين او هتشتغل فين والحاجات دي كلها. بتتدرب. احنا ما بندربش الناس اصلا على حته الانترفيو. بيدخل الانترفيو قاعد في الانترفيو بيخرف، تقول له ايه اخبار الشغل القديم؟ يقول لك ده كانوا حراميه، ده سرقوني، ده ناس جحده ما تعرفش ربنا، اقسم بالله العظيم ده يقعد يدعي الناس. يا عم ما انت هتدعي عليها بعد نص ساعه. فانت لازم تفهمه هاو تو تيك ان انترفيو. اقعد في الانترفيو اتكلم مع الناس ازاي، تبقى ازاي بروفيشنال. مش بيحصل ولا انا قلت حاجه غلط. والله العظيم انا ببقى قاعد في الانترفيو بقول له بص الانترفيو خلص رسميا، انا مش هشغلك، بس انا فاهمك لما تدخل الانترفيو تتكلم ازاي مع الناس، ما تغلطش في حد، خليك بروفيشنال يا راجل. ده لحد النهارده في ناس جامعيين بيبعتوا ايميل نص الكلام غلط، انا بقعد اتفرج على الايميلات تهلك من الضحك. لازم تعلمه يبقى طالع يشرفك. هي دي
الفلبين لما بيطلعوا حد يشتغل في رعايه المنازل، عندهم مؤسسات بتدربهم. لو هتشتغل كناني للبيبي او هتشتغل طاهيه في البيت او الكلام ده كله، ده كله بيطلعوهم معدين. عشان كده تلاقيهم بالذات هم انجح ناس في المجال بتاع ده او في مجال التمريض، هم ناجحين عشان هم بيدرسوا وبيتعلموا الجزء ده بطريقه صح، اقوياء. اكيد. ناخد بقى ايه نظره مستقبليه اه على الحاجات اللي انت بتحبها. اه اول حاجه عايزه تقول لي كده نظره مستقبليه على زوبا وعلى خططك كزوبا، وعايز تديني نظره مستقبليه على انت شايف الاكل الشارع المصري ممكن هيروح على فين بقى. مش اكل الشارع المصري بقى، خلينا نبقى شموليين اكتر. الاكل المصري زي ما قلنا في ترندز في العالم، الترندز دي بتشمل حاجتين، يا رو ماتيريال مواد خام، يا بتشمل كوزينز، ايطاليان كوزين، يا بتشمل بروفيان. زي ما احنا شايفين البيرو دلوقتي دوله جبليه، مش عارف يبقى بيتكلم عن قد ايه المطبخ البروفيان ناجح، والشيفات بتوع بيرو بيطلعوا على نتفليكس مكسرين الدنيا وناس شاطره جدا. هي بيرو دوله ما تقارنش بمصر. انا نفسي مصر تبقى على الخريطه دي، نفسي مصر تبقى ترند، وخصوصا ان انت عندك رو ماتيريال كتير من بتاعتك بتطلع ترندي في العالم، بس انت ما تعرفش عنها حاجه، زي حب العزيز اللي هو التايجر ناتس، هيلثي سناك، والناس بتاخده وبتاكله وبتعمله. وعندنا في طنطا الراجل مش لاقي يبيع شويه حب العزيز، الراجل قاعد بالقرطاس في الشارع لحد دلوقتي ما باعش. بالله عليكم تشتروا منه يعني، عشان اقول لكم زي الناس اللي على الفيسبوك. محتاجين نبقى عندنا فخر بالكوزين بتاعنا، ونقدر نحط الكوزين بتاعنا على ده. بدا اوريدي الحمد لله، يعني مطاعم كتير في مصر بدات تحط رجلها او تحط المطبخ المصري على الخريطه. يمكن خلال ال5 سنين او ال10 سنين الجايين هيبقى موجودين ان شاء الله يعني. بالنسبه بقى لزوبا، واحنا بنعمل اكسبانشن في مصر مبطئين شويه عشان يعني الظروف الاقتصاديه شويه، يعني الرو ماتيريال اللي احنا بنشتغل بيها كتاسيس للمكان بقت غاليه جدا، فده مهبطنا شويه. بس احنا بنفتح السنه دي ان شاء الله، شغالين على فرع جديد هيبقى مفاجاه برضه حلوه قوي. وعندنا الاكسبانشن ان شاء الله البحرين الشهر الجاي، بعديها على اول كورتر في 2025 عندنا دبي، وقطر في نص السنه الثاني ان شاء الله. اوكي. وامريكا في البلانز برضه. فرانشايز ولا انتوا طالعين؟ امريكا ومصر مش فرانشايز، مكاننا انا وكريس، والباقي كله فرانشايز. الخليج بالذات فرانشايز. يمكن احنا لنا فلسفه في الحته دي شويه، ان عد الاوبريشن نفسه سخيف شويه، فانت عايز حد يجي يمسك الاوبريشن يكون فاهم في الحته دي. فاحنا الشركاء بتوعنا بنقيهم بعنايه ان هو يكون راجل عنده حد في الاوبريشن تقيل، ويعرف يستقطب ناس كوادر تيجي تكبر البراند معاه. وهم الشركاء بتوعنا، واحنا عاملين الموديل بتاعنا في الفرانشايز برضو. يعني في موديلز كتيره، في حوالي 7 موديلز في الفرانشايز، اغلبهم ان انت بتاخد الفيس بتاعتك وبتطحنه يعني. احنا مش شايفين ان ده حل، احنا على العكس، احنا شايفينها شراكه، واحنا بنحاول نساعده ان هو يطور نفسه، واحنا بنطور نفسنا. اتس وين وين سيتويشن، هو بيعمل فلوس واحنا بنعمل فلوس. وبالنسبه بقى لمصطفى، بحاول اخس واروح الجيم، يعني واخد قرار، بس يعني بص يعني هيتنفذ امتى يعني ان شاء الله. في وسام هيجي معايا نروح الجيم سوا. بقالي والله 3 سنين من بدات قطعت دراعاتي يعني. لا شايف انا على المستوى الشخصي، انا حلمي مش مصطفى كشخص، انا يعني نفسي ابني يلعب كوره، يكمل كوره زي ما هو خلاص. ده المستوى. بناتي بيلعبوا باسكت بول دلوقتي ما شاء الله، بيلعبوا كويس. ده حاجه على المستوى الشخصي. انا نفسي المطبخ المصري يبقى على الخريطه زي ما بقول لك كده. فانا شغالين على different projects كلنا، سواء توثيق، سواء كتابه الكتاب اللي انا بشتغل عليه بقالي سنه ولسه ما شافش النور. ده اللي انا بحاول اوصل له. نفسي الكتاب ده يخلص عشان يبقى هو حاجه، مش عايزه يبقى كتاب تاريخي قد ما هو كتاب بيوثق. اللي ما يعرفش الكتاب، ادينا كده نبذه ايه الكتاب اللي احنا شغالين عليه بقالنا فتره. احنا مصر يعني، انا زي ما قلت لك مش عايز تدخلوا ناحيه تاريخيه، عشان احنا زي ما الدكتوره منى الدوري وكل الدكاتره بتوعنا في كليات الاثار بيقولوا ان التاريخ بيتغير كل شويه، لان احنا اكتشاف بينحي اكتشاف قبله. يعني هو ممكن يقول لك ان القمح كان موجود هنا، وفجاه يكتشفوا اثار تاني او في حفريه تانيه ان القمح اقدم من كده بشويه، فهو الموضوع متغير. انا نفسي نلحق نوثق حاجات كتير جدا في سيوه. بيعملوا هناك كامل جيركي، زي البيف جيركي كده، بيعملوا كامل جيركي، والست الوحيده اللي فاضله بتعمله يعني 80 سنه. فانا نفسي الحق ادوكيمنت ده واسجله. هقول لك انا عندنا القديم كله، عندي الجديد كله يا باشا. فعندك في هناك، عندك الجمار، عندك طريقه اكل بتوع واحات سيوه. انا محتاج اخد سيوه دي وتتحط على جزء من الكوزين، وتوثق الاكل الامازيغي اللي موجود فيها.
تيجي في النوبه اكل بتاع اهل النوبه، تيجي في الصعيد بحري، احنا عندنا بحري مهمه بقى. كبيره، انت واخد مهمه ضخمه. مصر كبيره، ومصر يعني مصر مش القاهره. احنا غلطتنا كلنا ان احنا بنركز قوي ان مصر هي القاهره. لا يا عم، ده في طنطا وفي المنصوره وفي كفر الشيخ، وتنزل بقى الصعيد كله، وعندك سينا، وعندك حلايب وشلاتين. مصر كبيره، ومصر تستحق ان يتعمل كتاب يليق بيها. فده الموضوع ده محتاج شغل كتير. فاحنا بدانا، وحلايب وشلاتين ده انت عندك حلايب وشلاتين دي فيلم تاني خالص يعني. شغالين عليه ده يعني. ده الكتاب اللي احنا شغالين عليه انا ويحيى العلايلي وياسمين الغرابلي وسام بيساعدنا فيه طبعا. ف ولا شد حلو. بنحاول نشوف سبونسرز للموضوع. فيعني عارف الحاجات دي برضه بتصرف كتير جدا. في دار نشر عالميه قالوا لي احنا انترستد نبص على الكتاب 2026 which is good. فيعني الحمد لله. مصطفى، انا يعني سعيد جدا ان احنا، على ما اعتقد كل الناس استفادت جدا منك ومن كل. ده انا صدعتهم يا راجل. ده في اسبرين مع الشيف ياسر اللي عايز. اعتقد كلنا فرحانين، وامل برضو الناس اللي هتتفرج على الحلقه تبقى برضو استفادت زي ما انا استفدت برضو. واكيد لينا عادات تانية في عادات تانية. وشكرا يا جماعه على. انا عايز ادي نصيحه بس للي عايز يفتح بيزنس. دايما يتقال لك اختار الوقت الصحيح. مفيش وقت صح، هو اي وقت هو صح. جرب وافتح وجمد قلبك، ودايما حاوط نفسك بناس ما بتوافقكش في الراي. جرب، هات ناس زي ياسر كده بيقعد كل ما اقول حاجه يعترض عليها ومش عاجباه. ده والله بجد الكلام بجد مش بهزر يعني. هو انا معظم 90% من اللي انا بقوله ما بيعجبوش اصلا، وكل حاجه بيعترض عليها. ده بيخليك تبقى عندك دوت يعني. انت ما انتش قطب اوحد في العالم فكل قراراتك صح. على العكس، 90% من القرارات بتطلع غلط وهم بيطلعوا صح. فعادي انك تراجع نفسك، وعادي انك تاخد قراراتك من الناس حواليك يكونوا بيحبوك ومؤمنين بيك وبيدوك هم رايهم الصح، ما بيجاملكش. ده اللي هينجحك كبزنس يعني. مش كل الناس هتشتغل. شكرا لك. ايه؟ قرار صعب قوي ان انت تعمل كده. لا مش ما هو انت ما انت ممكن تبقى حاسس ان انت يعني عادي. انا خليت الناس تاكل طعميه مش عارف ب 50 جنيه. ما عادي، غيرك 1000 واحد عملها قبل كده. بس الفكره ان انت تستمر على النجاح. النجاح سهل، وسهل فعلا ان انت بتعمل حاجه في معدات معينه ان انت تكريت هايب، تخلي الناس تتكلم عن البراند بتاعك. ويمكن في العصر اللي احنا فيه بقى الموضوع اسهل شويه بفلوس، بشويه بلوجرز، بشويه مش عارف ايه الحركات الحبشتكنات اللي بيعملوها دي، بتقدر تجيب ناس تتفرج عليك وتشوف البراند بتاعك. الناس هتدخلك تاني ازاي؟ ده اللي في ايدك انت بقى، ده الشغل بتاعك انت بقى. شكرا ليك وشكرا ليك. شكرا. حبيبي.